حصل معايا موقف غريب جدا في فرح كنت معزوم عليه، وكنت رايحة مع شاب اسمه إسلام. بصراحة ده من أغرب المواقف اللي عدت عليا في حياتي، وعمري ما كنت أتخيل إني أتعرض لحاجة زي كده. بس قبل ما أحكي لكم خليني أعرفكم بنفسي. أنا رباب، وأهلا بيكم في قناة الحياة. في الفيديو ده هحكي لكم حكاية مشوقة جدا ويا رب تعجبكم. ولو بتحبوا القصص اللي محد بيحكيها، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نرجع بقى للموقف الغريب. من وأنا صغيرة وأنا بحب الرقص، وعندي جسم متناسق وملفت. كنت دايما واخده بالي إن كل اللي حواليا بيلاحظوني، خصوصا الرجالة. بس أنا اتعودت على كده. يوم الفرح كانت الدنيا مولعة، الدي جي مشغل أغاني حماسية والناس كلها بترقص. وطبعا أنا ما فوتش الفرصة، قمت رقصت واندمجت مع الجو. وكنت لابسة فستان خطير ملفت جدا، وكل حاجة كانت واضحة قدام الناس. وإسلام اللي كنت جاية معاه لاحظت إنه مركز معايا زيادة عن اللزوم. نظراته كانت غريبة، وكل شوية يبصلي ويضحك بطريقة مش مفهومة. في الأول قلت يمكن بيتفرج عادي، بس مع الوقت النظرات كانت بتزيد، وبدأت تحسسني إن في حاجة مش طبيعية. بعد شوية جه ناحيتي وخدني على جنب وقال لي بهدوء: لو سمحتي. بصيت له باستغراب وقلت له نعم، عايز إيه؟ بصلي بنظرة إعجاب وقال: بصراحة أنا عايز رقمك. ضحكت وقلت له: رقمك ليه؟ قال لي بكل ثقة: والله سحرتيني وجننتيني، أنت زي ما أنا شايف قدامي بالظبط، عسولة جدا وعليكي تفاحتين، أكبر تفاحتين شفتهم في حياتي. أنا كنت هضحك، بس في نفس الوقت اتصدمت، مش من الجملة بس، لأ، من جراءته. هو كان معجب بيا في اللحظة دي. فضلت أفكر يا ترى هو بجد معجب ولا بيهزر. بصيت له وضحكت كده ضحكة خفيفة وقلت له: وانت بقى ناوي على ايه؟ رد عليا بسرعة وقال لي: بصي، حلم حياتي اني اتجوز واحدة زيك. بصراحة ما كنتش عارفة ارد ولا اقول ايه. الفرح شغال والناس حواليا بترقص، وانا واقفة مش مصدقة اللي بيحصل. يا ترى كنت المفروض اديله رقمي ولا اخليه يتعب شوية ويثبت لي انه جد؟ رجعت قعدت، بصيت له وكررت: وانت ناوي على ايه؟ قال لي بنفس الثقة: حلم حياتي إني أتجوز واحدة زيك. الكلام صادم، يعني من رقصتي في الفرح قرر إنه عايز يتجوزني ولا هو بيتسلى؟ سألته وأنا بضحك: يعني عجبك فيا إيه بقى؟ قال لي من غير تردد: من زمان نفسي في واحدة تعرف ترقص. ضحكت بصوت عالي وقلت له: يعني كل ده عشان بعرف أرقص؟ قال لي بسرعة: لا، مش بس علشان كده، أنا كنت عايز حاجة معينة. أنا هنا استغربت، وقبل ما أسأله يقصد إيه لقيته بيقول لي بجدية: أنتي متجوزة؟ قلت له: كان مكتوب كتابي قبل كده بس ما حصلش نصيب. ضحك بفرحة واضحة وقال: أحلى حاجة إنه ما حصلش نصيب. ضحكت وقلت له: وليه بقى؟ قال لي: علشان جواز القرايب دايما بيفشل، فده كان أحسن. بصراحة كلامه دخل قلبي، وحسيت إنه فاهم الدنيا وبيتكلم بعقل. بعدها قال لي بحماس: بصي، أنا عايز أقابلك. قلت له باستغراب: نتقابل فين؟ قال لي بكل جدية: في مكان عام ونتكلم عشان أشرح لك ظروفي. ساعتها حسيت إنه الموضوع مش مجرد إعجاب، لا، ده شكله مهتم بجد. فقلت له تمام، ما في مشكلة. وفعلا بعد الفرح قابلنا في مكان عام زي ما اتفقنا. بصراحة الوقت كان دمه خفيف وكلامه لطيف وشخصيته شدتني جدا. كنت مترددة، بس قلت ما في مانع أدي نفسي فرصة. قعدنا واتكلمنا، ولاحظت إنه راجل شهم ومحترم وعارف هو عايز إيه. وفي وسط الزحمة أخذ رقمي بسرعة، وتاني يوم على طول كلمني. أول ما رديت قال لي بحماس: على فكرة، أنا اللي كلمتك امبارح. ضحكت وقلت له: عرفتي. وعفاك كان واضح إنه متحمس جدا، وبصلي كده بجدية وقال لي: أنا عايز أشوفك قبل بكرة. قلت له مفيش مشكلة، نتفق على يوم. وفعلا حددنا ميعاد وخرجنا سوا. لبست أحلى حاجة عندي، وكنت عايزة أبقى في أحسن شكل.
رحنا كافيه شيك، قعدنا وطلبنا قهوة وحاجات خفيفة، والكلام كان جميل جدا. بدأت أرتاح له أكتر، حسيت إنه مؤدب ودمه خفيف. بعد شوية قال لي فجأة: على فكرة، أنا جعان جدا. ضحكت وقلت له: يعني إيه جعان؟ قال له بجدية: ما كلتش من الصبح ودماغي بتلف. قلت له: طب وناوي تعمل إيه؟ قال لي: عايز أخدك مطعم ناكل سوا. بصراحة أنا ما كنتش حاطة في دماغي موضوع الأكل، بس قلت مفيش مشكلة، ورحنا مطعم شيك. وهنا كانت المفاجأة، الواد طلع كريم جدا. بصراحة الشاب ده طلع كريم جدا، مش بيبخل بأي حاجة. طلب لنا كباب، فراخ مشوية، بطاطس، فاصوليا، رز وحاجات تانية كتير، لدرجة إني حسيت إننا في حفلة مش في خروجة عادية. وأنا باكل كنت بفكر بيني وبين نفسي: إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ الولد مش بس كريم، ده طالع راجل جدع. ودقنا مش من النوع اللي بيحسب كل حاجة بالورقة والقلم، لأ، كان بيعزم، بيكرم وبيصرف من قلبه من غير ما يفكر مرتين. بعد ما خلصنا الأكل بصيت له بجدية وقلت له: بص، أنا عايز أسمعك، أنت عايز مني إيه بالظبط؟ بص لي هو كمان بجدية وقال لي: بصراحة من أول ما شفتك ومخي طاير بيكي. استغربت وقلت له: سلام، طب يعني عايز إيه؟ رد بسرعة وقال: أنا عايز أتجوزك. اتصدمت وبصيت له باستغراب وقلت له: تتجوزني ليه؟ رد بكل الثقة وقال: عجبتيني ودخلتي انتي قلبي من أول نظرة. ضحكت وسألته: طب إيه اللي عجبك فيا بالظبط؟ قال لي من غير تردد: أنا بقالي زمان بدور على واحدة تعرف ترقص. ضحكت بصوت عالي وقالت: يعني كل ده علشان بعرف أرقص؟ قال لي: لأ، مش بس كده، أنا كنت عايز حاجة معينة. وقبل ما أسأله إيه الحاجة دي، لقيته بيقول لي وهو مبتسم: بصراحة عندك حاجة مش عند أي حد تاني. ضحكت وقلت له: زي إيه بقى؟ بص لي وقال لي بكل جدية: الحاجات اللي عندك دي أكبر وأحلى حاجة شفتها في حياتي. أنا وقتها استغربت من كلامه، بس في نفس الوقت كنت مستغربة أكتر من شخصيته. الراجل ده طلع غني جدا، عنده شقتين من أجمل الشقق ومعرض عربيات. واضح إنه مش محتاج حاجة من حد، بالعكس كان كريم جدا، بيحب يفسحني ويصرف عليا من غير ما يفكر مرتين. وبعد ما عرفنا على بعض أكتر قررنا نتجوز. جاب لي فرح ما حصلش، وشبكة دهب مش عيار 21، لا ده جاب لي عيار أرائج 20. تخيلوا، الراجل ده كان كريم قوي وبيحب يدي من قلبه. بس بقى الحاجة الأغرب في القصة كلها، واللي عايزاكوا تركزوا معايا فيها، إن كل اللي حصل ده كان بسبب رقصة واحدة بس في الفرح. أيوة، رقصة واحدة غيرت حياتي تماما. سبحان الله، ممكن حاجة بسيطة قوي تسعدك، تفتح لك باب جديد وتكون سبب في مستقبلك. أنا دلوقتي بصراحة مبسوطة جدا وعايشة معاه في منتهى السعادة، ويا رب يرزقنا بولد قريب إن شاء الله. دي كانت حكايتي معاكو الحقيقة. استنوني في حكاية جديدة، ومع السلامة.